بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، كل سنة وحضراتكم بخير. النهاردة هنعمل لكم فانوس من حاجات بسيطة خالص. دي بكرة لزق كانت موجودة وخلصت عندي. هتقصها 2، هتحتاج 3 زي دولت. بعد كده بتعمل القاعدة من الكرتون. ده الجزء الأول معانا اللي هو القاعدة بتعمل له كرتونة. تمام. بعد كده بتجيب اللي هي الشفاطات. لو ما عندكش شفاطات زي ديت ممكن تعمل اللي هو ورق جرايد او ورق ابيض اللي هو الملفوف. طبعا عملنا في اكتر من فيديو قبل كده واكيد الناس اللي متابعانا برضو عارفة الطريقة دي. تمام. بتبدأ بعد كده تثبت القاعدة في الجزء الاعلى، في الجزء اللي في المنتصف. بتعمل 5 اضلاع بنفس الشكل ده. يا رب يكون الموضوع سهل، يعني ما يكونش فيه صعوبة ان شاء الله. تمام. بتبدأ تثبتهم بس بحيث ان هم يكونوا متساويين مع بعض، يعني ما تكونش واحدة مرحلة وواحدة، يعني واحدة كبيرة عن واحدة، على قد ما تقدر حاول تظبطه. بعد كده بتثبت الجزء اللي في المنتصف. بتسيب 10 سنتي من تحت، هي طولها حوالي 32 سنتي كلها. بتسيب حوالي 10 سنتي، وبعد كده بتثبت الدايرة اللي في المنتصف. بعد كده بتعمل دايرة من الكرتون، بتعملها 3 طبقات عشان تكون محملة أو تكون متماسكة. بعد كده بتلفها بتابة أو بورق كرتون. لو ما عندكش ممكن تعملها بورق اللي هو الورق الستان أو ورق فوم، يعني ما أيهما شغال، ما فيهوش أي مشكلة. تمام. بعد كده بتبدأ تفتح للدايرة أو وحدة الصوت والضوء بتاعة الفانوس اللي هي بتغني وبتعمل إضاءة. دي طبعا بتعمل لها فتحة مظبوطة في اللي هي في القاعدة. بعد كده الدهب المائي اللي احنا طبعا متعودين نشتغل بيه، ده دهب مائي. ده نص كيلو زي ما احنا قلنا قبل كده. لما بتحب تجيبه بتقول له عايز دهب مائي او نحاسي مائي او اي لون مائي. هو الوان بتلاقي فيها زي الجليتر كده، بتلاقي فيها لمعة كويسة. تمام. بعد طبعا بياخد طبقة، بياخد وش او 2 أو 3 بحيث ان هو يديك اللون كويس. بعد كده بتجيب اللي هي الكوبايات بتاعة الاندومي. الكوباية دي الكوباية بجنيه تقريبا. بتجيب الكوباية بتقسمها نصين، بتاخد النص اللي تحت بتعمله القاعدة، والنص اللي فوق بتعمله الجزء الأعلى بتاع الفانوس. بعد كده بتدهن الفانوس كله معانا بنفس اللون. طبعا هننزل أكتر من شكل بعد كده، بس ده شكل الناس كلها طلبت، فده حاجة مؤقتة. يعني إن شاء الله هنعمل برضو بالكرتون، وهنعمل أكتر من شكل بإذن الله اليومين اللي جايين دول. تمام. بعد كده بتبدأ تعمل شكل بالشفاطات. طبعا الشفاطات دي داخلها جرايد ملفوفة أو ورق أبيض ملفوف، ورق كراس أو ورق كشاكيل، عشان تكون محملة أو تكون متماسكة أكتر. بعد كده بتبدأ تثبت الوحدة معانا. متثبتة طبعا بالشمع، الشغل كله بالشمع. طيب كده هي كده معانا تمام. بتبقى بعد كده الشفاطات بتعملها بنفس الشكل ده. ما عندكش شفاطات زي ما قلنا بتستعمل ورق الجرايد او ورق الكراس. اي ورق عندك ممكن تستخدمه، مفيهوش مشكلة لو مش موجودة. الشفاطات دي عامة رخيصة جدا، يعني بتلاقي الكيس فيه حوالي اكتر من 100 واحدة، بتلاقيه عامل 5 جنيه يعني مش. ومكانه موجود في شارع بين الحارات في رمسيس. موجود منه لو عايز كمية او عايز كيس زي ما انت عاوز. بعد كده بتجيب دي كانت عندي، كنت بقفل بقى فوانيس للمعرض، فاتبقت ديت موجودة في درب البرابرة في العتبة برضو. يعني المنطقة عامة كلها يعني شغل من ده. لو انت ياريت كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ياريت تزور المكان ده.
طبعا والله انا حابب ان الكل يستفيد، عشان كده انا دايما بقول روحوا يا جماعة الاماكن اللي زي ديت، هتلاقي حاجات انت ممكن تكون مش لاقيها، وحاجات ممكن تحس انها مش بتفيدك، بس ممكن تلاقيها هناك باسعار كويسة، وممكن من هناك تعمل اكتر من مشروع. يعني انت بتدور على مشروع ممكن تلاقيه هناك، وخصوصا الاسعار هناك كويسة، اسعار ممتازة بصراحة. تمام، بتبدأ بعد كده تقفل. عندك حابب تزود اكسسوار بتزود، مفيهوش اي مشكلة. هو كده الفانوس بدأ يظهر معانا. بعد كده عندك اي حاجة من هنا، مش لازم الاكسسوار ده، ممكن تعمل اي شكل، ممكن تدهنها برضو، ممكن تعملها ورق ورق جرايد وتدهنه الاول، وبعد كده تحط تعملها بشمع او بغير ابيض لو ما عندكش الاكسسوار ده. طبعا ممكن تعمل شغل برضو في اللون اللي الجزء الاعلى بتاع الفانوس براحتك. ممكن ترسم عليه مثلا نجمة وهلال، او تكتب عليه رمضان كريم، او ايا كان بقى اللي انت عايز تعمله. بس انا حبيت اسيبه كده يبقى شكله كويس. يا ريت يا جماعة ما تنسوناش اللايك والشير، الله يبارك لكم، عشان خاطر الفترة الأخيرة المشاهدات بقت ضعيفة جدا. وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم، وعشان خاطر الناس تستفيد. وكل عام وانتم بخير. وده شكل الفانوس بعد ما خلص. يا رب يعجبكم. هو سهل وبسيط جدا ومش مكلف نهائي، كلها حاجات بسيطة جدا و- وموجودة، يعني مش صعبة. خصوصا ان اسعار الفوانيس بقت حاجة يعني غريبة، يعني بأمانة الله. يعني الفوانيس بقت اسعارها مولعة. الله المستعان. كل عام وحضراتكم بخير. ويا ريت لو لكم اي تعليق او اي نقد او اي اضافة تسيبوها لنا في التعليقات. ومتنسوناش اللايك والشير، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من القناة. ولو ما شفتش الافكار القناة، يا ريت تراجع الفيديوهات القديمة وتشوفها. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.